بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وحوار دائما يتجدد على النافذة بوست. معكم مديحة مجدي. حوار اليوم مختلف تماما. حوار اليوم بطعم التسعة ملي. نحن الآن في استوديو التسعة ملي يحمل اسم الفريق، فريق مهرجانات التسعة ملي. أتعرف بحضرتك؟ وليد. أنا سامح. أحمد. محمود. أهلا بيكم. سعيدة ان انا معاكم النهارده وسعيدة ان انا في استوديو 9 ملي. طيب نحكي الحكاية من اولها. مين صاحب فكرة الفريق ده؟ عن 9 مللي بصفة عامة يعني كان أنا. تمام. جات لك الفكرة ازاي؟ لا أنا أصلا يعني كنت من صغري بحب المزيكا وكده، وبحب ألعب مزيكا، وبحب اللي هو شغل التوزيع والأغاني وكده. كنت بحب أسمع، بحب أكتب، بس مش لاقي أي حاجة إن أنا مثلا أوصل بيها إن أنا أعرف مثلا أوزع أو أكتب أو ألحن أو الكلام ده. طبعا كنت طفل طبعا، بس كنت بحب الحاجات دي يعني. احب ممكن مثلا ادني قاعد لوحدي كده ودنك اغني او ارتب كلام اصلا، يعني اغنيه ما تكونش موجوده بس ارتب كلامها كانها اغنيه. طب ليه ملت الفن المهرجانات؟ كنت ممكن تغني في انواع كتير من الغنى. لا، ما هو انواع كتير من الغنى ديت بتقف على الصوت. يعني احنا احلى حاجه فينا ان احنا عاملين زي الراب كده، اللي هو يعني بيختص اللي هو يعني الاداء. اما مثلا عشان اغني وكده ده عايز طرب وعايز عرب وعايز يعني صوت قوي وكده، بس احنا صوتنا في قوته في الاداء. هو تعليم اداء. تمام. سامح، لما وليد عرض عليك الفكرة ازاي؟ كلمني، أنا ووليد أصلا ساكنين جنب بعض، فهو جه كلمني في الأول قال لي أنا عايز أعمل استوديو وكده. أنا قلت له بقى لا، ده موضوع والجو ده كله مش بتاعنا. كمان الاستوديو ما كانش موجود. لا ما كانش موجود، ده هو احنا اخترعناه كده من نفسينا، كانت فكرة، وأستاذ نشأت سليمان هو اللي نمنا الفكرة دي كلها وجمعنا مع بعضينا. جه وليد كلمني وقال لي في استوديو كذا 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 وانت بتكتب وبتغني وكده، فقلت له خلاص ماشي نشوف الموضوع مع بعض ايه. فتم الحوار، فجيت لا لقيت الموضوع بجد ولقيت الموضوع بيكبر مننا ليه اقتنعت بالفكرة؟ اقتنعت بالفكره عشان انا كنت حابب الموضوع ده اصلا. يعني انا كنت اقعد كده مع نفسي كده تلاقيني بكتب قاعد، مثلا تلاقيني بغني شويه، بحاول ان اعمل حاجه جديده اسمع لدوت الحوار ده يعني كده. لما عرض عليك الفكرة وافقت على طول؟ لا، هو سامح جاري، كلنا جيران في الحكم يعني وكده. فهو سامح قابل واحد صاحبي فقال له معانا واحد بيغني وصوته حلو كده، هم اصلا من قبل يعني انا جاي عليهم بس. فقابلني وكلمته كده وجيت بقى واقتنعت وشفتهم يعني جيراني واصحابي كده بس. انتوا جيران كلكم ومعروفين انكم بتحبوا نفس الميول الغنائية مثلا؟ لا، هو يعني هم متفقين مع بعض كده، انما انا حاجة تانية يعني. انا ممكن اغني طرب معاهم برضو زيهم كده، انا اتطبعت بطبعهم يعني. لكن الاساس انك انت برضو بتحب الغنى. طبعا. انت اصغر واحد فيهم. امم في سنة كام؟ انا تالتة ثانوي السنة. طيب. اتعرضت عليك الفكرة من مين؟ طبعا من وليد، بس انا كنت شغال طبعا مع ناس في مصر من سنة 2010. تمام. بس انا قلت وليد وابن بلدي وكده، يعني احسن حاجة برضه ان انا اشتغل في بلدي وكده. تمام. يعني على الاقل الاحسن ان انا دن ايه في بلدي، بدل ما انا اروح القاهرة كل يوم واجي وافرح في القاهرة وكده. لا يعني حتى نكون احنا كلنا من بلد واحدة احسن. يعني كان في نوع من الثقة. طبعا يعني يعني حتى كنت واخد الثقة شوية من القاهرة وكده مع الناس صحابي وكده. البيت كان انطباعه ايه لما قلت لهم فن، وانت عارف ان في بيوت واولياء امور كتير بيعترضوا على الموضوع ده؟ مش حكاية كده طبعا، الاب كان مش موافق بس الام كانت مشجعاني جدا بس. وانت لقيت نفسك معاهم؟ طبعا الحمد لله. وانا برضو يعني ما طلعتش، يعني اشتغلت مع ناس كتير قوي في القاهرة، بس ما طلعتش غير ما بقيت مع 9 مللي. طيب وليد، 9 مللي ليه 9 مللي؟ والله انا قلت يوم ما هيتعمل معايا لقاء صحفي او لقاء في برنامج، قلت لا اكيد السؤال ده هيجي عليا. ماشي. هو بصراحة هو جه معايا صدفة يعني. هو ملوش علاقة اصلا. يعني مثلا كنا جايين من فرح قبل كده ماشي، وقابلنا كمين وبتاع، فانتوا مين وكده، فقلنا له احنا فريق ولسه جايين من اوردر وكده. اسمكم ايه طيب؟ قلنا له 9 مللي. قال 9 مللي يا فندم؟ 9 مللي هم مش عارف ايه. انا اتخضيت لانه حسيت انه ايه اتكلم على ايه 9 مللي، قال ايه دول. يعني هو اسم كده جه على بالك كده قلته؟ هو مش كده. بص حضرتك، احنا اتكلمنا في نقطة الأداء ده عشان بس نفصل الصوت أو الطرب أو المغنى عن الأداء. تمام. فأنا اخترت الصوت اللي هو 9 مللي. يعني كان هم بيقولوا يعني ما أعرفش، بس هو ده أداء.
بقول لك عشان يبقى مطرب زي الطلقه يعني. ايوه، يعني هو الاداء جاي من صوتك انت، مش انت ربنا مش خلقك صوتك حلو، بس انت بادائك تقدر تصنع صوت مع الهندسه بقى والتوزيع والمزيكا والكمالات الحاجات دي كلها. سامح، مين اللي بيكتب ومين اللي بيلحن؟ انا بكتب وساعات بلحن، بس الاكتر في التلحين. يعني انا بخلي مثلا ايه احمد هو اللي يعني اصغر مني سنا، فهو سنهم دوت هو اللي بيحب المهرجانات اكتر مننا، من سننا احنا عشان طلاب جامعه وكده فخلاص اصلا كبرنا. فهو ايه اخليه يجيب الفكره الاول، ويوم قايل لي ايه خد يا موحى مثلا ايه اكتب لي على الفكره دي، فاقعد اكتب معاه. ممكن يكون هو اللي ملحنها، ممكن انا اللي اكتب الكلام كله والحنه، ممكن الفكره تيجي كده. الفكره ليها هدف؟ اكيد، دايما معظم الاوقات بتكون لها هدف، وممكن يكون جمله معينه حاطين عليها المهرجان هي ده الهدف اصلا. تنقدوا حاجه معينه، في حاجه معينه مثلا ميولكوا سياسيه اجتماعيه، ميولكوا ايه؟ عملنا سياسه برضو، طلعنا سياسه، عملنا لرئيسنا السيسي طبعا، تحيه ليه طبعا. عملنا مهرجان للتحرش عشان خاطر التحرش اللي كان بيحصل في البلد، كان اوقاتها الجو ده، بس لينا ميول سياسيه اكيد طبعا. المطرب الصغير بقى، انت سامع انك انت عندليب ال9 مللي، تمام؟ سمعني حاجه بقى، بس حاجه طربيه نقدر نقيمك بره بقى الايه، بره من يوم ما جيت الدنيا وانا مكسور عيني، وبقول يا ارض تشقي احسن وبالعيني، ما لقيتش حضن يسعني ارمي همومي فيه، من يومي كاره دنيتي وكاره سنيني، عايش في الحياة بتهان اسما بس انا الانسان، وما مدار واتغرب عيون الخالي بتعريني. الله. قول لي بقى، فاكر اول يوم جيت فيه الاستوديو سجلت؟ طبعا كان 1/1/2014. سجلت ايه؟ كنا مسجلين اغنيه، كان في كافيه كنا رايحين نعمل افتتاح فيه وكده، طلبوا مننا اغنيه. تمام، انا مش متذكر اول كافيه ده كان اسمه ايه، بس هو في القوميه. تمام، حب مننا اغنيه. تمام، حتى كنا لسه مش جبنا مايك كبير او كده، سجلنا مايك يعني ايه كان صغير شويه وطلعنا بيه. كان 1/1/2014 بس. كانت الغنوه ايه بقى؟ والله العظيم هي كانت بتتكلم على الكافيه والمشاريب، وكان بنقول شاي، يعني كنا بنقول شاي على حليب، مش فاكر بس ايه، شاي، لو النفوس كانت راضية كده. بس مشاعرك ايه بقى وانت جاي واحنا رايحين نسجل اول مرة؟ دي ما بتتنسيش على فكرة. طبعا اول مرة كانت في السلام عند ناس صحابي. تمام، كانت في القاهرة وكده. تمام، مش كانت يعني اللي انا مهزوز اول انا بسجل. تمام، عشان كنت اصلا بغني وانا في 2008 مهرجانات او 2009. بس يعني مش كنت مهزوز شويه. وليد، في هجوم كبير على فن المهرجانات، يعني الملحن الكبير حلمي بكر دول مش فنانين، الكلام ده وقع عليك ازاي؟ انا مش عارف هما ازاي بيقولوا احنا مش فنانين، مع ان الناس بتسمعنا وبتحب الاغاني بتاعتنا يعني لنا معجبين اكتر من اي حد دلوقتي. الكلام ده بيضايقك يعني كمؤسس فكرة ال9 مللي؟ اكيد طبعا، هو برضو مش فكره ان انا مثلا مؤسس 9 مللي او كده، الفكره برضو في المجال عامه كمهرجانات، يعني احنا ملناش اي حقوق خالص. وحتى الناس بتهاجمنا كتير في ناحيه المهرجانات، مثلا يجي يقول لك ده يا عم ده بيغني مهرجانات، ده سواق تكاتك. هي ليه اتسمت مهرجانات؟ مهرجانات ديت يعني هي جايه من السلام اصلا، من القاهره. كانوا لما يجوا يعملوا فرح وكده، فيعني الفرح بيبقى كبير وفي ناس بقى بتغني وكل واحد بيطلع يغني وكده، فيقولوا ده عليه مهرجان. فهو طلع الفكره اصلا من السلام نفسها. من السلام نفسها. بس ليه دايما التوك توك؟ انا يعني معظم الناس ما بتسمعش اغانيكم الا سواقين، بدات من سواقين التوك توك، اشمعنى يعني؟ تمام، هو حضرتك لو بصيتي اصلا مستوى التوك توك في الكوره والحاجات دي، لو جينا بصينا الناس العاليه مش هيركبوا تكاتك، هيركبوا تاكسي والجو ده. بس دلوقتي اصلا بقى كله بقى بيركب توك توك، وبقى بيركبوا التاكسيات والميكروباصات والحاجات دي كلها، كله بقى مشغل المهرجانات اصلا. الطبقات العاليه برضه هي اللي مشغله المهرجانات. نقطه تانية برضو، ان العصر اللي نزل فيه التوك توك مصر اصلا كان نزل فيه المهرجانات من سنه 2009، او من يعني هو المهرجان بدأ تقريبا من اخر 2008 ل 2009، وده كان في الزمن اللي نزل فيه التوك توك. بس حاجه غريبه، المهرجانات توك توك، عدويه وحكيم والشعب سواقين. لا على فكرة يعني بتحصل حسب المزاج. طب ما انا بلاقي مثلا تكاتك مشغلة امينيم ومساري وشغالين تامر حسني، فمش لها علاقة بالتوك توك، بس هو المستمع اللي بيحابب ده. ده بيخليك تقلق ان في التقادات دي بتخليك عايز
احيانا تغير خط سيرك لحاجات تانية شعبي مثلا؟ لا، طول ما في ناس بتسمعنا انا بكمل عادي، في ناس بتحبنا نكمل، ليه مش نكمل؟ يعني الجمهور هو اللي يحكم، النقاد او الناس الكبار يقولوا اللي يقولوه. لا، يقولوا اللي يقولوه عشان هم مش حابين ده، انما في ناس حابه عايزه تسمع، نبطل ليه؟ بس نبطل ليه؟ مين القياده ليك، او المطرب اللي انت شايفه يعني مثل ليك دلوقتي مش حكايه مثل ليا المجال بتاعك؟ في المجال بتاعي، مش حكايه برضو مثل ليا. احنا الاربعه طبعا يعني مش هينفع نقول ان انا ليا مثال، تمام؟ عشان احنا الاربعه هنكون ان شاء الله احسن برضو من اي حد، تمام؟ بس كل حد في المهرجانات له احترامه، بس زي ايه؟ زي مثلا ناس كتير قوي في المهرجانات لها احترامها عندنا، بس هو ده الموضوع. طيب تكلموني شويه عن شغلكم، يعني اشتركتوا في ايه؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ حفلات، افراح، مطلوبين اكتر فين؟ في القرى، في المدن؟ لا احنا بنشتغل، يعني احنا دلوقتي احنا مكاننا في الزقازيق، بس احنا بنطلب في يعني في القرى الشرقيه، تمام؟ وبره الزقازيق اكتر من الزقازيق نفسها اللي احنا اصلا طالعين منها. اكتر من العاصمه يعني؟ اكتر من المدينه نفسها، يعني الناس بتحبنا بره، يعني هو برضو بيحبونا جدا هنا في الزقازيق، يعني مش قادر اقول لا، بس نقطة الشغل هم الناس يعني بيحبونا كشغل اكتر بره الزقازيق، واحنا بنحب نشتغل بره اكتر. دلوقتي الافلام والسينما فيها كتير جدا من لون المهرجانات، بتحلم بده في يوم من الايام؟ اكيد طبعا، اكيد، وانا اقدر نعمل حاجه زي كده، اكيد يعني قادر، يعني لو حد كلمنا في حاجه زي كده احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه زي كده، سهله بالنسبه لنا. طيب حد هيكلمنا ازاي؟ احنا في الزقازيق، احنا في الشرقيه، ولا كان ليكوا شغل بره الشرقيه في القاهره؟ احنا طلعنا في القاهره، طلعنا شبرا، طلعنا في كل حته، احنا نزلنا دلوقتي كولتونات، يعني نزلنا كولتونات، يعني الشركات دلوقتي بدون ذكر اسمها يعني ايه خدت لنا كولتونات، يبقى وصلت لنا ازاي؟ فاللي عايز يوصل لحد كويس اكيد هيوصل له، اللي وصل لهم الاسكندريه، طلعنا اسيوط قبل كده كمان، يعني وصل للناس كتير، فاكيد برضه هيوصلوا لنا احنا كمان اكيد. ليه دايما مطرب المهرجانات ليهم اسم حقيقي وليهم ايه موضوع اسم الشهرة ده بقى؟ ليه لازم ليكوا اسم شهرة؟ ما اصل انا ومطرب مهرجان مش ينفع اقول انا اسمي احمد، يعني هي جت كده. يعني ماشيين نمشي مع اللون بقى. نمشي مع اللون بقى الشعبي واللبس والراب، يعني راب، هي الفكرة جايه كده بس. ستوب ستوب ستوب، التسعة من اللي فريق عدوا. ستوب ستوب ستوب، موحة وكمبة وتيكا بالحب. ستوب ستوب ستوب، حط يا كبور وسط اللوب. ستوب ستوب ستوب، شرقية بلدنا التوب. ستوب ستوب ستوب، التسعة من اللي يا ابن سرينا زي المركب في المينا. الشرقية بلد رجالة، الصحبة الحلوة وش الشيانة. ننزل من الشغل الصبحية واخر الليل نخرج بشانة. اسمع لي يا بلدي التوب، اسمع لي نقول التوب. انغامك كده تمسمية واوضارك دايما سحرانة. اسكندراني يا بحري وكل ما اشوف جماله ياهو، دايما كده بسرح في جماله وقلبي رفرف اقول ايوه. الكرامة من شكله اسلوبه ده مبدأ جدعنته، تملي الطيبة في دمه احساسه بيبان من همه. يا بورسعيد يا سرينا، من بور فؤاد للمينا، من راحك وشبع من خفة دم ولادك يا عظيمة. يا صعيدي يا والبريد تملى عليك مسكت نبوت، الراجل كده وكلامك فين ومالكش في كل وكون. يا سيداوي من اجدع منك، ما كبرتش غير سنك، دايس دايما في الخير حتى لو كلف عمرك. أسوان يا بلد الساحة، كل جمال وسياحة، أخلاق وكرم أشكال وألوان زي جمال التفاحة. يا سويسة الدنيا دي هيصة، ده انت صاحب بلد الأحلام، ومدد مدد يا سيدي الغريب، ده انت مالك أحلى مال. قصة أنا عمري محبة تكون رجالة ومية المية، وصاحب ده يا ابوي واوا على طول رجالة ناصية وصية. غربية محلاوية، أحسن ناس موجودة في الدنيا، منوفية رصة عماش جينكم هتشوفوا حاجة تانية. الكل يحضر شنطة يلا بينا نروح على طنطا، كفر الزيات عالجد يا ناس وكلامنا مش هبنطة. كفر الشيخ يا جمال أراضيها والناس اللي عايشين فيها، بالليل نقعد مع بعضينا والصبحية شغل
فينا فيها. الجدعنة والشامة هي صفات الرجالة، دي بلدنا أم الدنيا واوعى حد يتحدانا. الفيوم وصباح ملكوت يلا كله يعلي الصوت علشان نرقص كده نتدلع اوعى حد يخاف الموت. العريش بلد الأبطال اوعى تضربني بالنار، لو جدع تقف قدامنا وانا قلبها بدمار. لو جدع اقف قدامنا وانا قلبها بدمار. الغردقة بلد السياحة والجونة سلام عالراحة، شرم الشيخ دي الاستجمام وكلمة من قلبي صراحة. طب يلا نروح كلنا مطروح دي محافظة ومية المية، بحرها جوانا سوانا سمعتهم يا عالمية. راس البر واللسان اسمع مني دي حاجة جنان، روح الشط وعم في المية مش تهرب وتقول تعبان. لما تعوز تاكل مشبك تسمع اسمها وهتتلبك في دمياط بلد الأبطال، مالك يا ابني كده بتتلكك. طب حاسب ما تقوليش باني صوت غيرها مفيش هنقول عليها أحلى كلام لو راجل ما تقدرنيش. الدنيا وباني بازار يلا نشغل المزمار، معاك رجالة كبيرة في الدار اياك تخبي الأشرار. يلا نضرب بالنار كلام عالجد ومش بهزار، هتقدرنا نقدرك انا عارفك خايف من الدار. بلدنا في القلوب متشالة ومعمدي علينا الحال، ولادنا قدة ورجالة ما تعرفش الهزار. وساعات كل الظروف تتحدى ونثبت تاني بعد الشدة، وده بسر الدعاء والسجدة ونية الانتصار. خد مننا احلى كلام ده بنور ارض الاحلام، والبيحر على نفس الحال ارفع ايدك وبعدناك. احنا يا ابويا دايما على حق، هنقول كده رجاله عالناس، ناجي عمادي والشك في العيد ما تقولش ترينا الحال. المنصورة والدهلية فوارك الصحصح ليا، في الكهرباء والشامة دول واخدين شهادات عالمية. كان يا مكان وايام زمان احنا اصحاب واخوات وجيران، عشنا في شوارعها ولعبنا وهي دي احلى الايام. عشنا في شوارعها